قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة يا ريت ما ننساش نصلي على النبي ونشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع واحدة اسمها شيري، واللي بتبقى شغالة في مكتب محاماة كبير عند واحد اسمه جيمس. لكن شيري بتبقى بتحب المهنة دي، فبتروح تقدم على دراسات عليا في جامعة كبيرة، بس بتترفض في الجامعة، والمسؤول بيقول لها إنها ممكن تحاول مرة تانية يمكن تنجح. وبتقرر شيري إنها تكمل في شغلها اللي بتحبه، وبتروح لمكتب جيمس واللي بتبقى مسؤولة عن كل شغله وتظبيط مواعيده. ولما بتروح للمكتب بيبان إنها بتشتغل كويس وشاطرة جدا، وبتفكر شيري جيمس إن عيد جوازه النهاردة، وبتقوله ما ينساش ياخد هدية لمراته. وبعدين بتخلص شغلها وبتروح على البيت عشان تاخد بالها من بنتها لوسي، واللي بتبقى لسه صغيرة وعايشين لوحدهم بعد ما انفصلت عن جوزها تيري اللي خانها مع صاحبتها. المهم وهي مروحة في الأتوبيس بيتصل بيها جيمس وبيقول لها إن عنده ميعادين في نفس الوقت، واحد منهم مع عميل عنده والتاني مع مراته اللي رايحين يحتفلوا بعيد جوازهم. وبيقول لها إنها تروح مكانه تقابل العميل لأنه مش هيقدر يعمل الاتنين في نفس اليوم. وبتقرر شيري إنها تقبل برغم إنها هتسيب بنتها لوحدها، لكن عشان تحسن من شغلها قدام جيمس. وبتروح على البيت وبتتصل ببنت صاحبتها علشان تيجي تاخد بالها من لوسي على ما تخرج في الميعاد وترجع. وبالفعل صاحبتها بتوصل للبيت وبتعرف من شيري إنها هتروح تقابل عميل كويس، ولما بيبحثوا عن صفحته بيلاقوا شكله وسيم جدا، فبتقنعها صاحبتها إنها تلبس كويس يمكن يعجب بيها ويتجوزها بدل ما هي عايشة لوحدها كده. وبتوافق شيري على كلامها وبتبقى مبسوطة، وفعلا بتلبس طقم شيك وبتخرج عشان تقابل إيسان العميل، وبتروح له على بيته وبتسيب صاحبتها مع بنتها لوحدهم. المهم لما شيري بتوصل لبيت إيسان بيعزمها على مشروب الأول، وبعدين بيعرض عليها إنهم يروحوا يتعشوا في مطعم. وبتبقى شيري معجبة بيه جدا لأنه بيبقى وسيم عن الصورة اللي شافتها كمان، وبتعجب ببيته اللي بيبقى جميل لأنه غني جدا ومهتم بيه. ولما بيبقوا قاعدين مع بعض بيتكلموا كتير عن حياتهم، وبيحكي كل واحد للتاني عن حياته، وبينسوا كل حاجة عن الشغل لدرجة إنهم بيبصوا لبعض نظرات إعجاب. وبعد شوية بتظهر واحدة ست ومعاها كلب صغير، وبيروح الكلب جنب إيسان اللي بيتخض منه وبيزعق للست دي، فبتستغرب شيري من طريقته، لكنه بيقعد تاني معاها وبيقول لها إنه متعقد من الكلاب بسبب إنه اتعرض للعض وهو صغير، وده سبب له جرح كبير جواه، ومن يومها وهو ما بيحبش الكلاب. فبتتفهم شيري الموقف وبتقعد تكمل كلامها معاه. وبيخرجوا بعد العشاء وبيروحوا على كافيه وبيفضلوا يرقصوا ويشربوا، وبيبقى إيسان شخص لطيف جدا، وبتكون شيري اتشدت ليه. وبعدين بيعزمها إيسان تروح معاه على بيته يكملوا سهرتهم سوا، وبيقول لها إنهم ممكن يفضلوا مع بعض لحد الفجر. وبتشوفه وهو بيظبط منبهه على الساعة 5:30 الفجر، فبتطمن إن وراه شغل بدري وبتوافق تروح معاه. وبعد كده بيوصلوا للبيت وبيدخلوا، لكن ما بتعديش فترة كبيرة وبتبقى شيري بتصرخ جوه البيت بشكل هستيري، وبتشوفها وهي خارجة تجري ولبسها متقطع بطريقة فظيعة، وكمان بيبقى باين عليها إنها متبهدلة جدا. وبتحاول إنها تستغيث بأي حد من البيوت اللي حواليها، لكن مفيش ولا واحد بيرد عليها ولا بيوافق إنها تدخل عندهم. وبتشوف واحدة ست واقفة في البلكونة بتاعتها، فبتفضل تنادي عليها علشان تساعدها، لكنها ما بتردش عليها وما بتقبلش تساعدها. وبتمشي شيري وهي خايفة في الشوارع يمكن تلاقي حد يساعدها، ومن حسن حظها بتشوف بنتين واقفين في الطريق، فبتطلب منهم يتصلوا بالشرطة عشان تلحقها. وبالفعل بتتفهم بنت الموقف وبتتصل بالشرطة عشان بيبقى باين على شكلها إنها متبهدلة جامد. المهم لما الشرطة بتوصل ما بيساعدوهاش، وبتتقلب المساعدة لتهمة جنون بسبب السكر اللي هي فيه، وبياخدوها معاهم للقسم وبيدخلوها الحجز وما بيبقوش مصدقينها خالص. لكن لما بتدخل الحجز بتلاقي بنت فيه وبتحكي لها عن اللي حصل، فالبنت بتقول لها ان قصتها شبه واحدة صاحبتها حصل لها نفس الموضوع، لكن للأسف اختفت من يومها وما ظهرتش تاني. وبتعرف البنت ان الشخص اللي خطفها يبقى إيسان، فبتقول لشيري ان حلها الوحيد هو واحدة اسمها السيدة الأولى، هي بس اللي تقدر تقف قدام إيسان. لكن البنت بتتحول فجأة وبتقول لها انها لازم تهرب لان إيسان مش هيسيبها وهيجري وراها. وبعدين بتروح تطلب من الشرطة انها تخرج من الحجز لانها مش عايزة تفضل مع شيري لوحدهم. كل ده وشيري ما بتبقاش فاهمة هي بتهرب من ايه، ومين الشخص اللي هيقدر يدخل لها الحجز ويقدر انه يقف قدام الشرطة. المهم الضابط بيخرج البنت وبينقلها الحجز تاني، وبعد شوية بيظهر إيسان من تاني وبيبان انه بيقدر يسيطر على الشرطة لدرجة انه بيدخل لها الحجز وبيقعد معاها وبيعرض عليها عرض انها
تخرج من الحجز وتحاول تهرب منه لحد الفجر، لكن لو مسكها قبل كده فمعناه انه هيقتلها. وبتوافق شيري على عرضه، وبالفعل بتخرج من الحجز وبتفضل تجري في الشارع وما بتبقاش عارفة هي هتروح فين. وبتلاقي شيري عربية معدية فبتوقفها وبتطلب من السواق يوصلها لبيت جيمس المدير بتاعها، لكن بتتفاجئ ان السواق بيقول لها انها مش اول بنت تركب معاه وتكون بتهرب من إيسان، وان في بنات كتير ركبوا معاه قبل كده وكانوا هربانين منه لكنه ما بيشوفهمش تاني بعد كده. وبيوصلها لبيت جيمس وبتنزل تطلب منه مساعدته وبتقول له انها محتاجة تبات عنده الليلة دي، لكن جيمس بيبقى مستغرب من شكلها اللي متبهدل وبيقول لها انه هيكلم الشرطة، بس شيري بترفض انه يتصل بالشرطة وبتقول له انها كانت هناك وباين عليهم بيسمعوا كلامه، فبيقول لها انها تدخل تغير هدومها وتستحمى لحد ما يلاقي حل للموضوع ده. وبيوافق جيمس على كلامها، لكن بيبان على مراته اللي اسمها جوزي انها متضايقة من وجودها لكن ما بتنطقش بحاجة. ولما شيري بتخرج من الحمام بتروح لأوضة المكتب بتاع جيمس، وده لانها مديرة مكتبه فبسهولة بتقدر تدخل تعمل اللي هي عايزاه. وشيري بتبقى مش مصدقة اللي حصل لها طول اليوم، وبيدفعها فضولها انها تدور على إيسان من خلال اللابتوب بتاع جيمس، لكن لما بتبحث على اللابتوب بتكتشف ان جيمس هو اللي مخطط لميعاد مقابلة إيسان معاها. ومش بس كده، ده كمان مخطط لمقابلات البنات التانية مع نفس الشخص، وده بيخليها تشك ان جيمس هو اللي ورا ده كله، وان جيمس بيساعد إيسان في كل الجرايم اللي بيعملها. وفي الوقت ده بتدخل عليها جودي المكتب، وده بيخليها تتوتر وتقفل اللابتوب بسرعة. وهنا بتلاحظ جودي توترها وبتفهم ان هي شافت المواعيد اللي كان جيمس مرتبها، وبتقول لها جودي ان إيسان عبارة عن وحش وهيقدر يوصل لها عن طريق انه يشم ريحة دمها، وانها علشان تهرب منه لازم ما تتعورش وتحافظ على نظافتها، ولازم تهرب بسرعة قبل ما إيسان يوصل. لكن جيمس بيدخل عليهم فجأة وبيطلب من شيري انها تخرج معاه للصالة، بس شيري بترفض وبتبقى خايفة فبتفضل تجري علشان تلحق تهرب من إيسان قبل ما يوصل، وبتفضل تجري لحد ما بتركب الأتوبيس. ولما بتركب بتحكي للسواق على اللي حصل معاها، فبيقرر انه يساعدها وبيديها التليفون بتاعه، وبتاخده شيري وبتتصل بتيري طليقها وبتقول له انها محتاجة لمساعدته جدا وانه لازم يقابلها في مكان حالا. وبعد ما بتنزل من الأتوبيس بتروح على السوبر ماركت عشان تشتري حاجات، وعلشان مش معاها فلوس بسبب اللي حصل لها طول الليل بترهن الخاتم بتاعها، وبتدخل بعدها الحمام السوبر ماركت عشان تستخدم الحاجات اللي اشتريتها، وده علشان تنظف نفسها كويس من اي ريحة دم عشان إيسان ما يوصلهاش. لكن وهي قاعدة في الحمام بتسمع صوت خبط جامد على الباب، وبعد شوية صوت الخبط بيسكت، وده بيخليها تطمن ان الشخص اللي واقف بره مشى. فبتخرج من الحمام لكنها بتلاقي إيسان واقف بره وبيهجم عليها وبيقول لها انه هيقدر يوصلها في اي مكان، وبتبقى شيري خايفة منه لا يقتلها وبتترجى انه يسيبها لكنه مش بيهتم بكلامها. وهنا بيجي صاحب السوبر ماركت ومعاه بندقية وبيضرب عليه نار عشان يهدده، لكن إيسان بيبصله، وده بيخلي صاحب السوبر ماركت يبص للأرض ويمشي من غير ما يعمل أي حاجة. وبيبان إن إيسان بيقدر يتحكم في عقول البشر ويخليهم يسمعوا كلامه، لكن لما إيسان بيلف وشه تاني لشيري بتضربه بطوبة على دماغه، وده بيخليه يفقد الوعي، وبتقدر إنها تهرب منه لفترة مؤقتة. وبتهرب شيري منه وبتفضل تجري لحد ما بتوصل للمكان اللي قالت لتيري عليه، وبتركب العربية بسرعة وبتقول له امشي بسرعة من هنا. فبيحاول تيري وهم ماشيين إنه يفهم إيه اللي بيحصل لأن شكلها متبهدل جدا، لكن شيري ما بترضاش تقول له حاجة، فبيحس تيري إنها متورطة في مشكلة كبيرة وإنها هتورطه معاها، وعشان كده بيوقف العربية وبيقول لها إنه مش هيتحرك غير لما تحكي له على كل حاجة. فبتحكي له شيري على اللي حصل لها لكنه مش بيكون مصدقها، وبيقول لها إنها بتكذب وبيعرض عليها يوصلها لبيتها، لكن شيري بترفض وبتقول له إنها محتاجة تبات عنده الليلة دي لحد ما تشوف هتعمل إيه. وبالفعل تيري بيوافق وبياخدها معاه، ولما بيوصلوا للبيت بيطلب منها تيري إنها تستنى قدام البيت لحد ما يقول لمراته دون إنها تبات معاهم الليلة دي. وفي أثناء ما بتبقى شيري واقفة قدام البيت بتسمع دون وهي بتشتم تيري لأنه جايب شيري لحد البيت عشان هما الاتنين كانوا أعز أصحاب زمان، وهو خانها معاها واتجوزها وافتكرته حن ليها تاني. وفجأة بتخرج دون من البيت وهي متعصبة جدا، لكن لما بتشوف شيري وهي حالتها صعبة ومتبهدلة جدا ده بيخليها تتعاطف معاها وبتصعب عليها وبتوافق إنها تبات عندها، وكمان بتحضنها وبتشكرها شيري وبيدخلوا البيت. لكن شيري بتتفاجئ إن أصحاب دون كلهم موجودين جوه البيت وبيفضلوا يتنمروا عليها بسبب الحالة اللي هي فيها، وده بيخليها تتضايق منهم وبتدخل تقعد مع
أخو تيري اللي بيبقى اسمه نورلان، وبيكون نورلان بيقرأ في ورق التاروت وبيتوقع أحداث بتحصل في المستقبل، فبتطلب منه شيري إنه يقرأ لها المستقبل بتاعها ويشوف لها هتموت النهارده ولا لأ. فبيطلع نورلان 3 ورقات من التاروت، وده بيخلي شيري تتخض جدا لأن من ضمنهم ورقة بتتكلم عن الموت، وبتخاف إنها ممكن تموت الليلة وتسيب بنتها لوحدها. بس نورلان بيطمنها وبيقول لها إن الورقة التانية بتدل على القوة والإرادة، وإنها ممكن تتغلب على خوفها وما تموتش بسبب قوتها في التحدي. في الوقت ده بيوصل إيسان لبيت تيري وبيخبط على الباب، فبتخرج شيري بسرعة وبتقول لهم ما يفتحوش الباب وإلا كلهم هيموتوا، لكن دون ما بتصدقهاش وبتقرر إنها تفتح الباب ويواجهوا إيسان هي وصاحبتها، وبتطلب من شيري إنها تدخل تستخبى هي ونورلان لحد ما تيري يرجع من السوبر ماركت، وبتحضر دون هي وصاحبتها الأسلحة اللي هيهاجموا بيها إيسان. لكن أول ما بيفتحوا الباب إيسان بيخلص عليهم كلهم، وبعدين بيدخل للمكان اللي مستخبية فيه شيري وبياخدها معاه. ولما بيخرجوا من البيت بيلاقوا تيري قدامهم اللي بيتحدى إيسان وعاوز يواجهه، وبسرعة إيسان بيطير عليه وبيفصل راسه عن جسمه وبيتحول لوحش مرة واحدة. وهنا بتستغل شيري الفرصة وبتحاول تهرب وهو مشغول عنها، فبتهرب لبرج وبتفضل تطلع لآخر دور، ولكن لما بتوصل لفوق بتتفاجئ إنه وصل قبلها، بس بتخبطه عربية وبيقع على الأرض. لكن شيري بتبقى عارفة إنه مش بيموت بالسهل كده، وبتبقى عارفة إنه لسه عايش، وبتفكر شيري إنه بيعرف مكانها من خلال ريحة دمها، فبتجيب قماشة وبتحط عليها من الدم بتاعها وبترميها بعيد عنها عشان تشغله، وبالفعل بتنجح الخطة بتاعتها، وإيسان بيروح ورا ريحة دمها وهي بتقدر تهرب من المكان وبتنزل لحد الجراج. لكن بتشوف ورق متعلق عليه بيانات البنات المختفية وعليه رقم وعنوان السيدة الأولى اللي البنت اللي في الحجز قالت لها عليها. وأول ما بتهرب بتروح على الكنيسة وبتبقى فاكرة إنه هيموت من خلال الصليب والمية المقدسة، لكن القس بيقولها إنها مش هتقدر تهرب من إيسان بالسهولة دي. وبتتفاجئ شيري إن إيسان داخل الكنيسة وما بيتأثرش بيها، وبيضرب القس وبيوقعه على الأرض، وبيقولها إيسان إنه معجب بذكائها لكنها مش هتقدر تهرب منه برضه مهما عملت. فبترمي عليه شيري المية المقدسة لكنه مش بيتأثر بيها وبيفضل يضحك عليها، وبيطلب منها إنها تستسلم ليه وتعمل اللي هو عاوزه لأنها مش هتعرف تعمل حاجة. لكن شيري بترفض كلامه وبتقوله إنها مش بتخاف منه ولا مؤمنة بيه. وفي الوقت ده إيسان بيتحول لهيئته الحقيقية اللي هي على شكل شيطان عشان يرعبها ويخليها تخاف وتستسلم ليه، لكنها برضه بترفض وبتحاول تهرب منه بأي طريقة. فبيمسكها إيسان وبيبقى عاوز يقتلها، بس القس بيجي من وراه وبيرميه بالصليب، لكن للأسف مش بيتأثر إيسان بكل ده وبيقتله. لكن شيري بتستغل الفرصة وبتهرب منه بسرعة قبل ما يمسكها تاني، وبتدخل شيري الممر الصغير في الكنيسة، ولما بتمشي فيه للآخر بتلاقي نفسها موجودة في كافيه، وبتدخل بسرعة على الحمام وبتقرر إنها تسيب مناديل متغرقة بدمها علشان تشتت انتباه إيسان وتعرف تعطله شوية، وبتغير كل لبسها وبتداوي كل جروحها اللي بتبقى نزفت دم كتير جدا. وبعد كده بتطلع على الكافيه وبتحاول إنها توصل للسيدة الأولى اللي الرقم بتاعها موجود على البوسترات بتاعة البنات المخطوفة، وبتحاول تتصل بيها عشان تروح لها وتنقذها، وبتقدر تعرف مكانها فبتتحرك عشان توصل لها في أسرع وقت. لكن وهي ماشية بيقف قدامها شوية شباب بيعطلوها وبيحاولوا إنهم يتحرشوا بيها، بس بتظهر بنت مرة واحدة وبتنقذها من الشباب دول وبتاخدها معاها وبتعرض عليها إنها توصلها للمكان اللي هي رايحاه عشان محدش يعترض طريقها. وبتوافق شيري وبتروح معاها، وفي الطريق بيبان على البنت دي وصاحبتها إنهم كويسين جدا لدرجة إنهم بيعزموها تروح معاهم للشاطئ عند شروق الشمس. ولما بتسمع شيري كلام البنت بتفتكر إنه نفس الميعاد اللي كان إيسان بيقول لها إنه هيسيبها فيه، وبتلاحظ واحدة من البنات إن شيري بتنزف من الجرح بتاعها لكن ما بتلحقش تحذرها، وإيسان بيظهر على طول وبيخبطهم بالعربية بتاعته، فبتتقلب العربية بتاعتهم وبتموت كل البنات. لكن شيري بتفضل عايشة وبيقول لها إيسان إنه معجب بذكائها لتاني مرة لكنه بيقدر يوصل لها في كل مكان تهرب منه فيه، وبيقول لها إنه هياخد بنتها لوسي يربيها معاه بعد ما يقتلها. لكن مرة واحدة بيظهر كلب وبيهجم على إيسان، وطبعا إيسان بيخاف من الكلاب فبيحاول إنه يهرب منه، وده بيدي فرصة تانية لشيري إنها تهرب منه لحد ما توصل للسيدة الأولى. فبتقرر شيري وقتها إنها تحتفظ بالكلب ده علشان يحميها منه، وبتاخده معاها وبتروح للسيدة الأولى. ولما بتوصل لها بتتعرف عليها وبتعرف إن اسمها دينا، وإن هي وإيسان كانوا نازلين للأرض عشان ينفذوا خطة سامية، لكن إيسان انشق عن الطريق ده وارتكب ذنوب كتير وعلشان كده هي اتقلبت ضده.
عنده، وبقت عاوزة تحارب الشر اللي جواه وتنقذ البنات، لأنه عاوز ينتقم من كل الجنس الأنثوي لأنه ما بيحبهمش، وهم هنا علشان يدافعوا عنه ويحرروا الشر المستحوذ عليه. ولكن نقطة ضعفه الوحيدة هي ضوء الشمس، وهم لازم يوصلوا له الوقت اللي الشروق فيه بيظهر عشان يتحرق ويموت. وبتقول لها دينا إن طالما هي الوحيدة اللي قدرت تفضل عايشة طول الوقت ده فمعناه إنها تقدر تحاربه وتقضي عليه. لكن شيري بتبقى خايفة لا تموت، بس بتقرر إنها تساعد دينا في القضاء على إيسان، وبتبدأ دينا تحط خطة عشان يقتلوا إيسان وتنقذ العالم من شره. وكمان بتجهز شيري للخطة، وكمان بيداوي الجروح اللي في جسمها لأنها ممكن تموت بسبب النزيف اللي بيحصل لها. وبتتحرك شيري المطعم مهجور بعيد عن المدينة، وأول ما بتوصل هناك بتبدأ تنفذ الخطة، وبتحاول تخلي كل جروحها تنزف عشان تجذب إيسان ليها. ومرة واحدة إيسان بيظهر فعلا، لكن بيبقى متخفي وشيري ما بتبقاش شايفاه، وبيبدأ يهاجم شيري من كل ناحية، وعشان ما بتبقاش شايفاه ما بتعرفش تدافع عن نفسها. في الوقت ده بتكتشف شيري إن فاضل 5 دقايق بس على شروق الشمس، فبتحاول إنها تعطل إيسان شوية كمان لحد الشمس ما تطلع عشان تقدر تنفذ الخطة. وبالفعل بتقدر تقنعه إنه يظهر من تاني ليها، وبتقول له إنه يعمل معاها علاقة الأول قبل ما يقتلها زي ما كان عاوز. وبيفضل إيسان يخوفها وبيقول لها إنها مش هتقدر تقضي عليه حتى ولو بمساعدة دينا. لكن شيري بتفضل تتكلم معاه عشان يغير رأيه وتعطله شوية لحد الشروق، فبيخبطها إيسان بطوب على دماغها وبتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة ومتعلقة وحالتها بتبقى صعبة، فبتقول له إنها وافقت على شروطه وإنها تستسلم ليه، لكن بتطلب منه إنه يفكها الأول. وعلى الرغم إنه بيبقى باين عليه إنه مش مصدقها، بس بيفكها وبيشكرها لإنها استسلمت ليه وسلمت له نفسها. وفي الوقت ده بتحاول شيري إنها توصل للحجر اللي كانت جايباه معاها عشان تكسر الإزاز وتحاول تدخل ضوء الشمس زي ما كانوا عاوزين، لكن بيرن تليفون إيسان وبيحاول يرد عليه. وهنا شيري بتستغل الفرصة وبتمسك الحجر وبتبقى عاوزة تضربه على دماغه، بس إيسان بيشوفها وبيمسك إيدها فبترمي الحجر على الإزاز وبتكسره. ووقتها بيدخل أول شعاع شمس وبيحرقه، وبيبقى باين عليه إنه ضعيف بس ما بيتأثرش وبيهجم عليها مرة تانية. وفي الوقت ده بتسهر دينا والبنات اللي معاها وبيفضلوا يحدفوا طوب على إزاز المطعم لحد ما بيكسروه، وبتدخل الشمس كلها لجوه وبتمسك شيري حجر كبير وبترميه على شباك كبير فبيدخل ضوء شمس عالي وده بيحرقه لحد الموت. وبتقدر شيري بقوتها وإرادتها إنها تغلب الشيطان وتنتصر عليه، وبيحاول إيسان إنه يهرب من الشمس لكن قوته بتبقى ضعيفة فبتولع دينا فيه وبتحرقه. وبعد كده بتطمن شيري إنه مات خلاص، وبترجع على بيتها وبتطمن على لوسي اللي بتلاقيها كويسة وبخير، فبتفرح وبترجع لحياتها الطبيعية من تاني. وهنا بينتهي فيلمنا النهاردة. أتمنى الفيلم يعجبكم، وياريت ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.